تعالي بقى اقولك، لو عندك بضايه وحته فرخه تعالى اقولك هنعمل بيها ايه. هنعمل النهارده اكله وليمه بمعنى الكلمه، للي بتحب وجبات التوفير واكلات اقتصاديه. ركزي معايا في الوصفه دي وما تنسيش يا قمر تعملي لايك وشير ديكي الحلوه دي. يلا بينا نسمي بالله ونصلي على رسول الله. اول حاجه حبايب قلبي، كان عندي كده بطاطسيتين كده وسط، قطعتهم مكعبات وحطيت عليهم الميه وهنحطهم على النار يستووا 3/4 سوا مش اكتر. تمام كده. لو بطاطسايه حجمها كبير يبقى بطاطسايه واحده. وعندي هنا ربع فرخه اللي هو نص صدر، حابه تخليه صدر كامل براحتك خالص. يعني ده كان تقريبا 300 جرام من الفراخ. يبقى قطعناه كويس وحطيناه في الكبه كده، وطبعا كنا غاسلينه كويس قوي. وبعد كده هنزل هنا بنص كوبايه من الفول الصويا، كان منقوع لمده 5 دقايق، غسلناه كويس وصفيناه وحطيناه برده في الكبه مع البطاطس اللي احنا سلقناها 3/4 سوا. تمام كده. هبدا بقى هنا احط كله في الكبه ونضربها بقى ضرب ناعم جدا، عايزينه الخليط يبقى ناعم جدا زي ما انتم شايفين كده. هننزل بقى هنا في البوله بالخليط بتاعنا ده زي ما انتم شايفين كده حبايب قلبي. وبعد كده هنجيب هنا بيضايه وهننزل كده ببيضايه، ومن كل حاجه بقى هنا معلقه كبيره. بس قبل اي حاجه هننزل بنص كوبايه من البقسماط الناعم. وبعد كده هننزل بمعلقه من البهارات اللي هي السبع بهارات، معلقه من الفلفل الاسود، معلقه من المرقه اللي هي المرقه الفوريه، ونص معلقه كده من البابريكا، معلقه كبيره من الثوم البودر، معلقه كبيره من البصل البودر، ومعلقه صغيره من الملح. والملح ليكي هنا اختياري، بس خدي بالك ان احنا حاطين مرقه فوريه ودي لازم تتحط لانها هتديكي التست بتاع الاكل الجاهز بتاع بره او الوصفه اللي احنا بنعملها. تمام. طيب بعد كده هبدا احط بقى معلقه من صوص الباربيكيو زي ما شفتوا كده. عايزه اقول لكم بتخلي الوصفه دي طعمها في حته تانية. هبدا هنا زي ما انتم شايفين بقى الم العجينه بتاعتي بمعلقه من النشا، عشان بتخلي معانا بعد كده الوصفه بتاعتنا متماسكه وماسكه نفسها كده في الاخر. طيب بعد كده هبدا احط كده حوالي معلقتين 3 من الزيت، الم بيهم برضو العجينه عشان لو بتلزق في ايدك ولا حاجه. عندي هنا الصاج بتاعي بقى حطاله كده كيس من اكياس التلاجة فتحاه بالشكل ده وحطاه في الصاج، ودهنته دهنه حلوه جدا بالزيت. تمام. وهبدا بقى اجيب الخليط بتاعنا كده بتاع الفراخ المفرومه دي، وهبدا اني انا بقى افرده كويس قوي في الصاج بالشكل ده، ونبدأ كده نفرده بإيدينا كده ونسويه بالراحة علشان خاطر نطلع السمك كله واحد، ما يبقاش في حتة عالية وحتة يعني سميكة وحتة تخينة. تمام. هبدأ زي ما انتوا شايفين كده بقى تقطعيه هنا زي ما انت عايزة حسب الشكل اللي انت عايزاه. عايزاه صوابع زي ما انا هعمله، انا عملته صوابع علشان يبقى قد كده السندوتشات للاولاد في المدارس. عايزاه قطع صغيره اللي هي بتاعه الناجتس اللي بتيجي من بره الجاهزه. تمام. احسن بكتير والطعم بجد كان خطير. وزي ما انتوا شايفين الكميه ما شاء الله. هبدا بقى كده اجيب اكياس كده واحطها او كيس كده افرده على الوش بس، وهدخلها الفريزر مش اقل من 4-5 ساعات يا دوبك كده تتماسك، عشان نعرف نحطها كده بقى في البقسماط ونقليها وتبقى متماسكه معانا. تمام كده. طيب حطيناها لمده 3-4 ساعات زي ما قلت لكم. تقدري ان انت تعمليها من بالليل وتخليها في الفريزر، تقدري ان انت تعمليها من اول ما تقومي الصبح وتحطيها في الفريزر وهكذا يعني. تمام. طيب هبدا بقى هنا بعد كده ما جمدت معانا، هبدا اني انا هنا بقى افككها كده من بعضها. وعايزه اقول لكم عملت معايا كميه بسم الله ما شاء الله، يعني نص صدر فرخه ولا ربع فرخه عمل معانا الكميه دي كلها. تعالوا نخليها اقتصاديه اكتر واكتر. طيب طبعا احنا حاطين فيها بيض وما شاء الله يا فراخ وفي حاجه مفيده يعني تمام فيها. طيب هبدا بقى عايزينها اقتصاديه نوعا ما كمان. هنجيب هنا كوبايه من الميه، هنزل عليها كده بنص كوبايه من الدقيق. تقدري تستخدمي بدل الميه لبن براحتك خالص. طيب هنبدأ هنا بقى بعد ما دوبتهم كويس قوي عشان بس الكفر بتاع البقسماط يمسك معانا. هنبدأ بقى نجيب كده الناجتس بتاعتنا ونحطها في المية بالدقيق دي. تمام. وهبدأ زي ما انت شايفة عندي هنا كيس البقسماط اللي هو بيجي جاهز بيجي من عند العطار او السوبر ماركت بتاع المقرمشات ده، وهتبداي ان انت تستخدميه بالشكل ده. هو بيكون فيه كل البهارات وبيكون متطعم وبيبقى فيه كل حاجه، علشان كده انا ما حطيتش حاجه في الماده السائله. ولكن لو انت هتبصوا هنا بوريكم لونه جميل ازاي. ولكن لو انت هتستخدمي بقسماط ناعم ساده هتبداي فيه هتبهريه برده بشويه بهارات زي اللي حطيناها في الفراخ، وكمان ممكن تبهري الحليب بشويه الدقيق اللي احنا حطيناهم دول او بالميه. طبعا انا حطيت ميه مش دقيق.
هنا هتبداي بقى ترصي بالشكل ده. عايزه اقول لك ما شاء الله عمل كميه معانا كبيره جدا. طبعا دول يعني نص الكميه ويمكن اقل كمان. هبدا اعبي منه كده في اطباق واشيله في الفريزر، يكون جاهز معايا في اي وقت كده اكون محتاجاه للولاد في اللانش بوكس. بينفع في السندوتشات، ينفع جعانين من المدرسه وانت مثلا بتشتغلي او مش فاضيه فتطلعي على طول يكون جاهز. بصوا ما شاء الله الكميه، شايفين؟ ولسه كمان في كميه قد ايه في الطبق. تعالوا بقى نقلي كده بقى شويه ونعمل للولاد بقى شويه. عايزه اقول لكم كانت ريحته قلبه الدنيا بجد، خطير ما يختلفش بجد يا جماعه عن اللي بنجيبه جاهز. والعلبه بتيجي من بره، من طبعا انتوا عارفين الشركات اللي بتبيعها بالشيء الفلاني على ايه هنعمل اجمل والذ نجد. شوفي كمان القطعه قد ايه، تبقى قد الفتفوته. لا ده انت ممكن كمان لو هتعملي نفس القطع اللي بتيجي من بره، ده انت بقى هتعملي من الكميه اللي احنا عملناها دي اطباق في الفريزر، ايه تكفيكي شهر بحاله. بجد خطير زي ما انتوا شفتوا. هنا هنبدا بقى نقليه. بصوا بقى عايزه اقول لكم لونه هنا بجد ذهبي وتحفه، وكان مقرمش جدا جدا. والقطعه ما شاء الله عملاقه زي ما انتوا شايفين، واخده من الطاسه من اولها لاخرها. وعايزه اقول لك عامله زي قطعه البانيه كده، حاجه كده تملى العين. يعني لو كل عيل كده خد له طبق مكرونه مع حتتين 3 ما شاء الله ياكلوا ويتغذوا الف هنا وشفا. انا هنا كنت عايزه اوريكم اسمعكم الصوت بس نسيت اشغل صوت المقطع ده. عايزه اقول لكم بجد خطير خطير. قدمته بقى مع شويه مكرونه. عايزه اقول لكم المكرونه دي عاملاها بطريقه ان شاء الله. انتظروا بقى الفيديو الجاي بتاع طريقه المكرونه دي عشان ما اطولش عليكم الفيديو ده. بجد خطيره خطيره بمعنى الكلمه، وعاملاها بطريقه بقى بعد كده مش هتعملوها الا بالطريقه دي. تمام. زيني بقى كده بشويه باربيكيو، لان انا بعشق الباربيكيو مع الحاجات دي. صوصات يعني زي بقى الكاتشب والمايونيز والباربيكيو بيليق قوي مع الحاجات دي، بيحسسنا كده ان احنا جايبين حاجات جاهزه من بره. جربيها ان شاء الله هتعجبك. ما تنسيش لايك وشير بالله عليكي للفيديو.